مفيش حاجة اسمها ازاي اتحكم في العقل الباطن، لان علميا الكلام ده غير دقيق. بس انا خلاص معودك، ما بسيبكش غير لما تفهم كل حاجة. معظم الباحثين بتوع علم النفس بيقولك عشان تتحكم في العقل الباطن لازم تردد عبارات ايجابية، والكلام ده انا شخصيا بجده غير صحيح. عشان الحقيقة ان مخك ما بيصدقش اللي بتقوله، مخك بيصدق اللي بتكرره وبتعمله. يعني مثلا لو حضرتك قلت انا شخص منتظم وبعدها تأجل شغلك، فبالتالي مخك مش هيصدق كلامك، هو هيتعلم من الفعل اللي انت عملته اللي هو انك أجلت الشغل. ولو كل يوم بتقول انا هبطل عادة سيئة وفي نفس الوقت ترجع تعملها، مخك هيعتبر ان ده السلوك الطبيعي بتاعك. وده لان المخ بيبني العادات من التكرار مش من التمني والكلام اللي بتقوله كتير. يعني مثلا بص على اي شخص بيلعب اي رياضه، بيروح الجيم بيلعب كوره، اول فتره بالنسبه له بتبقى تقيله جدا، بعد كده بتكتشف ان الشخص ده الرياضه اللي كان بيعملها بقت سلوك وبقت جزء من يومه حقيقي. ده مش عشان هو عنده اراده خارقه للطبيعه ولا حاجه، لا، هو بس عشان مخه اتعلم ان السلوك ده هو المعتاد بالنسبه له، انه يروح الجيم كل يوم، انه يلعب كوره كل يوم. عشان كده لو عايز تغير طريقه تفكيرك، او زي ما بنقول التحكم في العقل الباطن، وده مصطلح انا ما بحبوش بصراحه لانه غير علمي وغير دقيق، بس لو عايز تغير افكارك فعلا هتلاقي نفسك بتبدا بسلوك صغير يوميا وتكرره كل يوم. لان انت كل مره بتكرر فعل انت بتبعت رساله لمخك ان دي الشخصيه اللي احنا بنبنيها وهنمشي عليها. وعايزك في النهايه تعرف ان مخك يا برنس مش بيحدد افعالك، افعالك المتكرره هي اللي بتعيد تشكيل مخك وتوازنه. فما تقعدش تجري ورا الناس اللي بتقول لك انا هخليك تتحكم في العقل الباطن من خلال شويه كلام بتقولهم لنفسك. العقل الباطن او العقل او المخ عموما مش هيتغير غير بتغيير السلوك المعتاد المتكرر عشان يبدا يفهم ان ده سلوك حياتك.